ساعات كتير واحنا بنعمل الرز بنلاقي ان الرز بيشيط مننا او مش بيطلع مستوي او بيكون فيه مشكله. النهارده هشرح لكم ميزه مهمه موجوده في بوتاجاز بوش مش موجوده في بوتاجاز تاني، هتحل معاكم مشكله الرز تحديدا، وكمان تقدروا تستفادوا من شعلتين في نفس الوقت تقدروا تعملوا عليهم القهوه. الكلام ده ازاي؟ في ميزه هنا موجوده اسمها دوال كنترول ووك، وده تحكم مزدوج موجود في الشعله اللي في النص اللي في بوتاجاز بوش. الشعله دي الوحيده اللي بيوصل لها مدخلين للغاز، مدخل للشعله الخارجيه ومدخل للشعله الداخليه. بيشتغل ازاي؟ طبعا احنا بنيجي هنا على المفتاح الخاص بالشعله، بنلاقي فيه 4 مستويات. المستوى الاول بيشغل الشعله الخارجيه بنسبه 100% واللي جوه بنسبه 100%. المستوى الثاني بيخلي اللي بره 50% واللي جوه 100%. المستوى الثالث بيفصل الشعله الخارجيه وبيشغل اللي جوه 100%. المستوى الاخير بيفصل الشعله الخارجيه وبيشغل اللي جوه زي السبرتايه، النار اللي هي الهاديه قوي اللي بتخليني اقدر اعمل قهوه هنا وهنا. ده هيساعد حضرتك في تحضير الرز بدون اي مشاكل.